دي اخر حاجة احنا وصلنا لها. تمام، ان انواع الريسك اسسمنت في نوع منه كمي اللي هو ايه، وصفي. لا، في كمي تمام، وفي النوعي. حلو كده. النوعي اللي هو الوصفي، ده وصف حاجة وكم حاجة. اتكلمنا عن الوصفي، عاوزين النهارده نتكلم عن الكمي. كوانتيتيف النوع التاني جاي من كوانتيتي، يعني كمي. كمي يعني رقمي، كمي يعني رقمي. انا هنا مش بتكلم على اسماء، انا هنا بتكلم على ارقام. يبقى الاحتمالية ارقام، والشدة ارقام، يبقى رقم في رقم يديني رقم، ساعتها الريسك هيطلع برقم. numerical values قيمة عددية of the likelihood للاحتمالية، من الاحتمالية والشدة. severity 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 ما هو نظام الريسك اسسمنت اكثر استخداما. quantitative لا طبعا، semi quantitative risk assessment. تمام كده. يعني اسم quantitative يعني ايه بقى؟ يعني الاتنين مع بعض، يعني تحليل وتقييم شبه كمي. يعني ايه شبه كمي دي؟ يعني يعبر عنها بأرقام في الآخر خالص، يقول لك الأرقام دي عبارة عن ايه، ان الريسك ده عالي ولا وسط ولا منخفض. تاني الحتة دي، يعني يعبر عنه بأرقام في الآخر خالص، يقول لك الأرقام دي عبارة عن ايه، ان هو الريسك ده عالي ولا وسط ولا منخفض. يعني الاتنين مع بعض، أرقام وأسماء. مين اللي قال ان الواحد منخفض و25 عالي في الريسك؟ عن طريق النوع التاني من الريسك، كمي. مثال أحسن من قال إن الواحد منخفض والاتنين متوسط والتلاتة عالي في الريسك. أنا بستقبل الاتنين مع بعض. تمام كده، مظبط لكم PDF فهو محتوى ودخلنا في 198 صفحة. مش هتلاقي حد يشرح لكم الكلام ده غير عبد الله. أظن كده الدنيا تمام. سامي كوانتيتيف كده، سامي كوانتيتيف. يا جماله يا جماله على الشرح يا جماله، مفيش كده بعد كده. How are risk assessment carried out؟ كيف يتم إجراء تقييم المخاطر؟